السلام عليكم. اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات القناة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير قوي من الفيديو اللي فات. عارفة اني متأخرة عليكم مثلا بقالي اسبوع او اسبوع ونص، بس ان شاء الله بقى نعيد نشاطنا تاني. اول حاجة بس بطلب منك تصلي على سيدنا النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وحطي لي لايك للفيديو ده على السريع. واللي لسه مشتركش في القناة وأول مرة يشوفني، ياريت تاخدي جولة في القناة. لو القناة عجبتك اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك ان شاء الله كل جديد مني. النهاردة جزء كده من اليوم بتاعي، روتين خفيف كده وبسيط، بعيد بقى عن شغل البيت بقى والكلام دوت. كنا هنا تقريبا وقت العصاري، فطلعت شوية حاجات كده كانت في التلاجة، قلت ايه اللي انا اقطعها. شوية خيار كده على جوافة، وكان عندي حتة جبنة وخدت رغيفين تلاتة وشوية لب وحاجات كده هنشوفها مع بعض. قلت اجمعهم كده. بحب دايما لما انزل لازم يكون معايا حاجة في الشنطة، بحيث حد من الولاد جاع او احنا جوعنا او حاجة يكون معايا حاجة. مش بحب بقى اللي انا اشتري مثلا بسكوتات ولا شيبسيات ولا كده، يعني بصفة عامة. حتى لو نازلة اي مشوار، حتى مثلا لو رايحة لماما او حاجة، ففي السكة لازم يكون معايا سندوتشات او حاجة يعني. دايما حاولوا تعملوا كده، او مثلا علبة يكون فيها شوية بطاطا، او اي فاكهة عندكم، فاهمين؟ في ناس متعودة دايما تشتري مثلا اي حاجة وهي ماشية سندوتشات، ولا تشتري حاجة من عند بتاع الكحك يعني، او اي حاجه يعني، فاهمين؟ بس انا بحب دايما حاجتي تبقى معايا يعني. حتى من وانا برضو في الكليه ما كنتش احب اجيب خالص خالص سندوتشات من بره. كنت اروح اجيب عيش فينو وجبن تركي واعمل سندوتشات. حتى صحابي كانوا يتريقوا عليا، بس انا دايما كده بحب حاجه البيت. حتى من وانا يعني بقول لكم ايام الدراسه بتاعتي يعني، فاهمين؟ بس جمعت بقى شويه الحاجات كده اهوت، وقلت النهارده هنروح بقى البحر كده نغير جو. الاسبوع اللي فات الصراحه كان اسبوع طويل جدا جدا، وكان مليان حاجات، وكان اسبوع طويل برضو. كان عندي شويه ظروف هنا في البيت، بس الحمد لله يعني عدت على خير. فقلنا نروح كده نفك عن نفسنا شويه في البحر، بحيث ابدا بقى الاسبوع الجديد كده بطاقه وبنشاط. كنت حاسه طاقتي مستهلكه جد جدا جدا جدا. مكانش في امكانيه ان انا اروح مكان بعيد يعني، فقلت اروح مكان كده جنبي وخلاص. حاولوا دايما لما تلاقوا نفسكم فاصلين كده، او دماغكم خلاص مشوشه، او ساعات الواحد بيكون مضغوط، حاولوا تفكوا كده باي حاجه. مثلا تروحي لو جنبك مثلا حد قريبتك كده تروحي تقعدي معاه شويه. لو جنبك اي مكان متاح ان انت تروحي تغيري فيه الجو، يا ريت. لان ساعات فعلا الواحد بيبقى مضغوط وبيكون خلاص يعني عايز يغير جو، او يشوف ناس جديده، او يعمل اي حاجه جديده في حياته، فاهمين قصدي؟ انا دايما كده بحب افصل، بس مش بيجي لي وقت يعني. عارفين ساعات الواحد بيبقى مخنوق كده، مش بيجي الخنقه دي الحمد لله يعني غير كل وقت حين ومين يعني. بس الحمد لله يعني الاسبوع اللي فات ده عدى على خير كده. فبس هنا كنت بشارك معاكم الحاجات اللي انا جمعتها. هي دي حاجات بسيطه والله، لقيتها في التلاجة كده، فمكلفتش نفسي ولا حاجه ولا اشتريت حاجه. قلت اخد كده شويه الحاجات دي كده شيلابيلا احطها في الشنطه بتاعتي. الشنطه دي صديقتي الصدوقه دايما بحط فيها كل الحاجات. هي شنطه كبيره كده، تقريبا كان عندي من اول ما اتجوزت يعني، بقالها سنين السنين. هي الحاجه الوحيده المحتفظه بيها من اللبس يعني والحاجات. قلت احط فيها كل الحاجات ده ايه، ونتكل على الله كده نقعد ساعه ولا ساعتين. قد ايه بجد النهارده اليوم فرق معايا جدا جدا. آه حبيت يعني ان انا اشاركه معاكم. هنشوف كده يومنا مع بعضينا، واتمنى الفيديو يعجبكم وتحسوا كده بتغيير كده يعني. دايما الواحد لما بيتفرج على حاجة بيحس اللي هو غير المود بتاعه، او مثلا خرج، فاهمين قصدي؟ بس انا كنت رايحة هو البحر ده في العجمي في البيطاش. الناس من البيطاش، قرية بيانكي ده ايه الشارع اللي وراه. احنا عارفين طبعا قرية بيانكي دي قرية خاصة، فده ايه الشارع اللي وراها بالظبط. بيكون شاطئ كده هوت. الدخول فيه لو معاكي كراسي بتخشي ب2 جنيه. ويعتبر رحت لقيت الفرد الدنيا فيها ب2 جنيه. ناس يعني، كنت لكن لو متخيلة الدنيا هتاخدي هتبقى كرسي فاضية جوه خالص، الكرسي عشان ب10 جنيه. هنا معظم المكان بيكون في الصيف، كله مصايف وكده، فمش بننزل الصراحة البحر. طبعا عارفين المصايف فبتبقى الدنيا زحمة جدا. حبايبنا طبعا بيجونا من كل مكان، بس احنا ما بنحبش ننزل يعني في الزحمة وكده. دايما بنروح في اوقات الشتاء. وصراحة المكان بيكون افضل من كده بكتير. فاتفاجئت ان انا لقيت كذا اسرة كده، وكان في ناس نازلة المية. هو الجو برضو لسه مسقعش قوي، فالناس بدأ برضو لسه موجودة يعني، بس اللي هم اهل المنطقة يعني. وده راجع الصراحة إن اليوم ده كان حلو جدا. كان راجع بقى زي بحر العجمي بتاع زمان، اللي هي الرملة البيضاء الناعمة، والشاطئ كان هادي والمية شفافة. في الصيف طبعا يعني الناس اللي من العجمي عارفين مش بنشوف المناظر دي خالص، وبيكون الشاطئ بقى مليان شعب بقى وحاجات وحركات
ما بيكونش لونه صافي برضو. بس كان يوم جميل الصراحة، والواحد قاعد قدام المية كده يعني ينسى نفسه. يعني كنت قاعدة على الكرسي كده بس عمالة سرحانة كده في الحياة، ومصفية دماغي خالص خالص. بجد ان شاء الله هبكرر النزلة دي. هو الواحد بس بيكسل هو ينزل، او بيكسل هو يغير جو، وبيبقى قاعد مضغوط كده مع ضغط اليوم وشغل اليوم والضغوطات اللي وراه، فبينسى يرفه عن نفسه. بس ان شاء الله هبكررها تاني، حتى مرة كل اسبوعين كده ولا حاجة. الواحد يفك عن نفسه. قعدة البحر الصراحة جميلة قوي 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 قوي، وبتفك على الإنسان. ف... فحبيت أقول لكم يعني إن انتوا حاولوا تفكوا عن نفسكم وتغيروا مود. فاهمين قصدي؟ يعني في ناس دايما بتكون منظمة حياتها، مثلا ليهم يوم معين، روتين يوم الجمعة كده هوت، لازم مثلا يروح عند جدتهم، او مثلا يخرجوا الولاد او كده هوت. بس انا الصراحة ما عنديش الروتين ده خالص في حياتي. حتى برضه ايام الجامعة انا فاكرة كان عندي بنت صاحبتي، هي ما شاء الله دلوقتي يعني دكتورة في الجامعة ما شاء الله. البنت ديت كانت دايما امتياز بقى مع مرتبة الشرف ومش عارف ايه والكلام ده. فكنت دايما بشوفها كل خميس. هي ما كانتش صاحبتي قوي يعني صديقاتي، مش صاحبتي الانتيم يعني. كانت كل خميس هي وشلتها لازم بيتفسحوا وبيخرجوا. فكنت بستغربها، اقعد اقول لها هو انتي من الناس الدحيحه بقى، المفروض تكوني قاعده بتذاكري بقى ومش زينا، يعني انتي بتتفسحي كده، بشوفك كل خميس تتفسحي وبتاع. ودايما كانوا يعملوا عيد ميلاد هي واصحابها في الكليه برضو، بيجيبوا تورته بقى بيقعدوا يزينوا. في انا كنت في كليه تجاره، فكانوا بيقعدوا يزينوا في الكافيتيريا، بيقعدوا يعملوا عيد ميلاد لكل حد من صحابهم في الشله مش عارف ايه. هم ما شاء الله يعني الشله كلها هي دحيحه اصلا. فانا دايما كنت بستغرب، حد سالتها قلت لها انت ازاي بتذاكري وانتوا صحابك مش عارف ايه، ويعني حياتكم كلها مترفهه؟ قالت لي لا، انا لازم كل خميس ارفه عن نفسي، ده اليوم الفري بتاعي، بعد كده ارجع بقى لمذاكرتي وارجع لحاجتي. فاستغربت الصراحه اللي في حد من الناس الدحيحه بيفك عن نفسه. قالت لي انا ما اقدرش اذاكر او ابقى معقده كده، لا لازم افك عن نفسي. ففي ناس منظمه حياتها حتى من هم صغيرين في السن، واكيد وهي اصغر من كده برضو كانت حياتها منظمه. فاهمين قصدي؟ فالرفاهيه جزء كبير جدا جدا بينعكس على الطفل، او بينعكس على الانسان. فاهمين قصدي؟ يعني انا كنت بوريكم بقى، قعدنا نلعب في الرمله بقى اصلا ما كانش معايا كمان ادوات البحر، علشان طبعا شلت كل الحاجات دي، ما تبقاش بس غير الجردل. فكان معايا الجردل، وجبت شويه حاجات كده كانوا قدامي برضو في الصاله، قعدنا نلعب بيهم وهو اليوم اتقضى. هسيبكم بقى من لك عماله لك من الصبح بس بحب اتكلم معاكم. واسيبكم بقى تتفرجوا شويه على البحر بقى، وفي جزء كده سايباه بصوت البحر بحيث برضو تستمتعوا كده معانا. بجد اليوم كان حلو قوي ما شاء الله، والبحر كان جميل، وقعدنا نتمشى فيه كده، ما كناش عاملين حسابنا اصلا ان احنا ننزل. بس من كتر ما هو جميل نزلت اتمشيت شويه كده، وكان اصلا يعني هادي جدا. بس هو ده جزء من اليوم بتاعي اللي حبيت اشاركه معاكم. اتمنى يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير، مع الف سلامه في رعايه الله.